كلنا عارفين إن أسهل طريقة للتواصل هي الكلام، وده بيكون عن طريق الصوت وبلغة يفهمها الطرفين، ومن خلال الكلام بيتم تبادل الأفكار والمعلومات بين طرفين أو أكتر. بس الأول خلينا نعرف إحنا إزاي بنتكلم. الهواء بيخرج من الرئتين للقصبة الهوائية وبيعدي على الحنجرة، وده بيتسبب في اهتزاز الأحبال الصوتية فيبدأ يخرج الصوت، وهنا يجي دور اللسان والشفايف اللي بيشكلوا الصوت علشان في الآخر يتحول لكلام. وعشان كده الكلام من أهم الوسائل اللي بتميز الإنسان عن باقي المخلوقات. وأكيد حد هيقولي طيب ما البغبغان بيتكلم؟ البغبغان بيقلد نبرة الصوت، يعني بيسمع كلامك ويبدأ يعيد نفس الكلام بنفس الطريقة اللي سمعها منك، لكنه مش بيعرف انت قلت ايه ولا يعرف هو قال ايه. لكن هل يا ترى في لغة تانية للتواصل ممكن تكون بديلة عن الكلام؟ البادي لانجوج أو لغة الجسد هي طريقة بدأت من ملايين السنين، وتحديدا من بداية بدء الخليقة، وقبل ما يكون أصلا في حاجة اسمها كلام، إلا إنها بدأت تدرس بشكل علمي في السبعينات لما نشر الكاتب الأمريكي يوليوس فاست كتابه عن لغة الجسد سنة 1970. لغة الجسد هي عبارة عن حركات جسدية بيعملها الشخص بشكل إرادي أو لا إرادي، وده من خلال تعبيرات الوجه وحركة الإيدين أو هز الكتف أو الرقبة، وده عشان يوصل المعلومة أو الرسالة بشكل أفضل للمتلقي. وبعد دراسة عملوها علماء النفس اكتشفوا إن التواصل بيتم بنسبة 7% عن طريق الكلام، و38% عن طريق نبرة الصوت، و55% عن طريق لغة الجسد، وده اللي خلى لغة الجسد تاخد المرتبة الأولى في أسلوب التعبير. لغة الجسد بتكون ماشية مع كلامك لما تكون حركاتك إرادية وانت قاصد تعملها علشان تعبر أكتر عن كلامك، لكن أحيانا بتخونك وتكون عكس كلامك لما تكون مرتبك أو تحت ضغط أو إنك تكون بتكذب. كمان ممكن تلاقي شخص اتعصب على شخص تاني وممكن الموضوع يوصل انه يعتدي عليه بالضرب، ولما تيجي تسأل الشخص المعتدي عليه ممكن يحلف لك انه ما نطقش بولا كلمة. هو فعلا ما نطقش بولا كلمة، بس اشارات جسمه وتعبيرات وشه كانت كافية انها تخلي اللي قدامه يتعصب عليه. لكن اكتر حاجة لفتت نظري في الموضوع انهم بيقولوا ان الستات اشطر من الرجالة في قراءة لغة الجسد، وعندهم قدرة فائقة في قراءة الاشارات وفك رموزها. يعني لو في مرة حاولت تكذب عليهم هيقدروا يعرفوا بسهولة انك كذاب، فما فيش احسن من الصراحة علشان تبقى في السليم. لكن لو يعني اضطريت قوي يبقى لازم تاخد بالك كويس من تعبيرات جسمك وانت واقف قدامهم. لغة الجسم ليها رموز واشارات لو فهمتها تقريبا هتقدر تقرا الشخص اللي قدامك بمنتهى السهولة. وخد بالك من كلمة تقريبا عشان هنرجع لها تاني. ونبدأ بالعين. لو أثناء الحوار لاحظت إن اللي قدامك مش عايز يبص في عينك، فده معناه إنه يا إما ما عندوش ثقة في نفسه، أو ممكن يكون نوع من أنواع الخجل، أو الكلام مش عاجبه وعايز ينسحب من الحوار. كمان الحواجب ليها دور في الموضوع. لو اللي قدامك رفع حاجب واحد ده معناه إنه مش مصدقك أو إنك قلت حاجة مستحيلة. طيب لو رفع الاتنين ده معناه إنه اتفاجئ بحاجة أنت قلتها. لو مسح بإيده على أنفه يبقى غالبا هيكذب. وبمناسبة الكذب، لو شخص رجع للخلف بعد ما يخلص كلامه ده علامة على إنه بيهرب من كذبته. ولو حط إيده على دقنه يبقى مش فاهم كلامك حتى لو قالك إنه فاهم. كمان فرق الأصابع بتدل على عدم الارتياح والارتباك. ولغة الجسد ليها دور كبير في بعض الوظائف، فتلاقي إن أشطر البياعين بيستخدموا لغة جسدهم ببراعة، وبيكونوا قادرين انهم يقنعوا عملائهم باي منتج هم عايزين يبيعوه. ونيجي لواحدة من لغة الجسد الاكثر جاذبية، وهي الابتسامة. لما تبتسم الناس هتعاملك بشكل مختلف، مش بس عشان شكلك بيكون مريح، لا ده كمان علشان بتقلل التوتر والقلق وبتعمل راحة نفسية للشخص اللي قدامك. بس المهم انك تكون عارف امتى تبتسم والمين. وفي النهاية عايز أقولك إن مش كل الإيماءات والحركات اللي بتلاحظها على اللي قدامك بتكون عفوية وتفتكر نفسك عبقري وإنك قدرت تحللها بسهولة، لكن الحقيقة إن في بعض الناس عندها القدرة إنها تتحكم في لغة جسدها علشان توصل لك حاجة معينة عن عمد، وغالبيتهم بيكونوا مدربين على التحكم الكامل في حركاتهم أثناء الكلام، أو بتكون موهبة موجودة عندهم بالفطرة، واللي يقدر بسهولة إنه يخليك تصدقه أو توافقه في الكلام أو حتى تتعاطف معاه. عشان كده خليك واعي ومركز عشان ما ينفعش تقع في الفخ ده. وده اللي خلاني في الأول قلتلك تقريبا، واللي قلتلك هنرجع لها تاني. وبس كده. المصادر هسيبها لك في صندوق الوصف عشان لو حبيت تبص عليها، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو شايف إننا بنقدم محتوى مفيد.